مرحب مرحب، كيفكن يا أحلى عيلة؟ اليوم الفيلم أكشن وقتال، والفيلم أبدا مو لأصحاب القلوب الضعيفة، بس في حكمة وعبرة رائعة بنكتشفها بنهاية الفيلم. وبيبدأ مع عصابة النمر الأسود، وبيكونوا عم بيجندوا شباب جداد، وبيعملوا لهم اختبارات غريبة لقياس قوة التحمل عندهم لحتى يختاروا ناس محددين بشرط يتحملوا الاختبار ويكونوا أقوياء جدا. وبيكب على ايدهم ماء ساخن جدا، والبطل وينغ الوحيد اللي بيتحمل حرارة الماء لأن بيكون أقوى من الأشخاص التانيين. وبنص الفيلم رح نعرف سر هالقوة. المهم بتكون المهمة المطلوبة منهم هي انهم يخلصوا على زعيم عصابة شمال البحر اللي عم بينافس زعيمهم، وبيخبرهم انه اللي بينفذ هالمهمة في له مكافأة، وانه راح يصير بمثابة ابنه ويورث العصابة من بعده ويكون القائد. وهون منشوف نظرة التحدي بعيون وينغ بطل الفيلم، وبيروح على مكان عصابة شمال البحر وبيتسلل للداخل وبيقابل الزعيم فورا، وبيصير في بينهم معركة كبيرة. بس وينغ قوي كتير لهيك بيهزم الزعيم وبيحط راسه بكيس. بس أكيد رجال العصابة ما رح يسمحوا له يغادر بهالبساطة، وبيتجمعوا حواليه وبتدور بينهم معركة طاحنة. بس مع ذلك وينغ بيقاوم، وبيصيروا يتضاربوا لوقت طويل لحد ما يتكاتروا عليه كتير ليغلبوه، وبيتحاربوا بالسيوف تحت المطر لدرجة انه وينغ ما عاد بيحسن يقاوم. بس مع ذلك بيضل يتمسك بالكيس لآخر لحظة، ولما بيوقع على الأرض ومنحس انه خلص انتهى امره، وهون بيجي صاحبه وبصير يساعده، وصاحبه بيرمي بارود واشياء مشتعلة على العصابة، وبنص الدخنة بيحسن ياخد صاحبه وبيهرب وبيروح لعند لي زعيم عصابة النمر الاسود. وبيكون وينغ فاقد الوعي بس متمسك بالكيس اللي في راس الزعيم الثاني. وهون الزعيم لي بيخبرهم انه وينغ صار بمثابة ابنه ولازم الكل يعاملوا على هذا الأساس. وبالمقابل منشوف ابن زعيم عصابة شمال البحر اللي قضى عليه وينغ، وبيكون نيران الحقد مشتعلة عنده على الشيء اللي صار مع أبوه، وبيتوعد بالانتقام. ومنشوفه مع تجار أعشاب اللي بالي بالكم، وبيخبروه انه الزعيم لي هو صار الكل بالكل، وهو الزعيم الوحيد بعد ما مات أبوه. وهون الابن بيعصب كتير كتير، وبيكون رح يقلب الطاولة عليهم. وبعدها منشوف وينغ عم يرسم وشم العصابة على كتفه، وعم بيتذكر انه كان يحب بنت من ضيعتهم، واللي خطف هاي البنت هو الزعيم لي. وينغ ما حسن يدافع عنها بس بيطلب من أبوه يساعدها، وأبوه بيروح بالفعل، وبتصير معركة كبيرة بينه وبين الزعيم لي، وبيكون راح يخلص عليه. بس بيسأله وين البنت، وبيخبروا الزعيم انه باعها. وهون أبو وينغ ما بيخلص عليه لحتى يدوروا على البنت. يعني المهم نحن منعرف انه وينغ عم يتقرب من الزعيم لي لحتى ينتقم لحبيبته. ومنشوف كمان عصابة تانية مؤلفة من أطفال أيتام بقيادة أخوه وينغ، والاثنين عم يخططوا لحتى ينتقموا من الزعيم لي. وبعد كم يوم منشوف صار في معركة جديدة بين عصابة النمر الأسود وعصابة شمال البحر بسبب الثأر اللي بينهم، وبتكون معركة صعبة كتير وبيروح فيها ناس كتير، وكله بسبب الزعيم. بس وينغ بيكون له دور كبير بإنهاء المعركة. وبعد فترة منشوف وينغ عم يحلم بحبيبته وبأبوه، ومنعرف انه ابو وينغ كان طبيب رائع جدا، ولكن مات بسبب حريق بالبيت. وطبعا هالحريق كان بسبب الزعيم لي وعصابته، لان ابو وينغ هزموا بالمعركة. ومنشوف بذكريات وينغ لما كان رايح هو واخوه لحتى ينتقموا لابوهم الطبيب من عصابة الزعيم لي، بس لما وصلوا بيشوفوا انه رجال العصابة ماتوا، وبيزعلوا كتير لأن مو هن اللي أخدوا حق أبوهم. وبيشوفوا شخص مبين كمان إنه قوي كتير، وبيعرض عليهم إنه يدربهم عنده بالكهف، وبيروحوا معه فورا وبيسألون شو معنى الانتقام. ووينغ بيرد عليه بغضب وبيحكي الانتقام يعني تحطيم الأعداء، بس طبعا جوابه خطأ. ومنشوف وينغ وأخوه عم يتدربوا بشكل قاسي جدا وصعب كتير، والمدرب بيضربهم وبيعذبهم كتير، وبيضلوا على الحالة لوقت طويل، وبيضل المدرب يسألهم عن معنى الانتقام وهن بيجاوبوا خطأ، وبيعذبهم من جديد وهيك لحتى يكبروا.
وهون منشوف وينج واخوه عرفوا جواب، والانتقام يعني انقاذ ارواح ناس كتير، وهذا بيكون الجواب الصح. ومنرجع للحاضر ومنشوف وينج مع اخواته الجداد، لانه الزعيم لي اعتبره بمثابة ابنه، وبيكونوا كلهم على العشاء يعني مع اولاد لي. وواحد منهم بيكون ما بيحب وينج وشايف انه هو ما له داعي يكون بينهم وما بيعترف فيه كأخ، بس في واحد تاني من اخواته بيحبه كتير وبيوقف حده ضد اخواته، وبيعرف وينج انه في مفتاح مع حدا من اخواته، وهالمفتاح هو للخزنة وموجود مع اخوه أولد. ومنشوف عصابة الايتام هجمت على أولد وعملت له فخ واخذوا منه المفتاح ونسخوا عنه. وبعدها اخو وينج فري الحقيقي بيخلص على أولد، والزعيم بيغضب كتير لما بيعرف عن موت ابنه وبيعرض المفتاح على وينج، بس وينج بيرفض طبعا لان معه نسخة عنه. بعدين منشوف وينج عم يلعب ويخسر ويتدين مبلغ كبير، وبيروح يطلب مصاري من اخوه التاني اللي بيرفض يعطيه، بس وينج بيعطيه المفتاح الذهبي وبيخبره انه اخوه الصغير اللي ما بيحب وينج هو اللي خلص على أولد، وانه هن الاتنين خونة. وبعدها بيروح وينج ليصطاد، ومنعرف انه عم بيخطط لشي كبير مع اخوه الحقيقي فري، لأن منشوفه رسم خريطة للخزنة وحطها جوات سمكة ووصلها لأخوه فري. وبيوم تنفيذ المهمة بتهجم عصابة شمال البحر على لي وينج، وأكيد الزعيم لي قوي كتير وبيحسن يقاتل كل الأشخاص الموجودين، ووينج بيكون عم يتضارب مع ابن زعيم عصابة شمال البحر، والاثنين أقوياء كتير وعندهم مهارات عالية، وبصير بينهم احترام متبادل كتير وبيضلوا يتضاربوا لحتى آخر شي وينج يحسن يهزمه، بس بيكون مو حابب يخلص عليه، بس منافسه بيمسك ايد وينج وبيضرب حاله بالخنجر وبيموت. وفري اخوه لي بيحرق المكان اللي كانوا عم يخزنوا فيه الاعشاب اللي بالي بالكم، وبيحرر كل الاشخاص اللي كان لي خطفهم، وبعدين بيرموا اشارة ضوئية بالهواء وبتكون علامة لحتى تيجي عصابة الايتام على المكان. ومنشوف وينج موجود مع الزعيم لي وبيخبره انه بده يروح لحتى ينهي هالفوضى، وبيمشي وينج بسرعة وبيروح لعند أخوه فري، وبيوصل بلاك ابن لي على نفس المكان، وبيشوف وينج مع العصابة وبيعرف انه هو خاين، ولهيك كمان بتصير بينهم معركة كبيرة، ووينج بيخلص على بلاك وبتصير فوضى كتير، وعصابة الأيتام ما بتحسن تسيطر على الوضع وبيتكاتروا عليهم، وعصابة النمر الأسود بتحاصر فري وبتاخده، وبيدخل وينج لعند لي وبيشوفه عم بيعذب فري لحتى يعترف، بس فري ما بيرضى يحكي عن أي شيء. وبعدها بيدخل عليهم شخص وبيخبرهم انه الخزنة انسرقت، وبيركضوا لبرا، ووينج بيحاول يساعد اخوه بس ما بيحسن. وبعدها لي بيدخل من جديد وبيعطي مقص لوينج لحتى يقطع لسان فري، بس باخر لحظة بيدخلوا اثنين حاملين بلاك ابن لي، وبيوصل نورس اخوه وبيزعل كثير عليه، وبيدوروا على مفتاح الخزنة مع بلاك بس ما بيلاقوه، وبيشوفوا نفس الشكل اللي لعصابة نورس وبيشكوا فيه انه خاين. وبعدها منشوف فري قتل حاله لحتى يحمي اخوه وينج، ووينج بيزعل كتير عليه وما عاد بيعرف شو يتصرف. وبعدين لي بيطلب من وينج يوصل ادوية على المشفى، وبيكون هذا المكان اللي خاطف فيه 300 عامل من سكان القرية، والاهالي عم بيدوروا عليهم. وهون وينج بيخطط انه يخبر الاهالي انه الزعيم لي هو اللي خطف اولادهم، وبتصير حالة غضب كبيرة من الاهالي وبتغضب على الزعيم. وكمان لي بيعرف انه وينج هو اللي نشر الخبر، ولهيك بيخبر رجاله انه اللي بيجيب له راس وينج راح بيكون هو ابنه الجديد. ومنشوف وينج عم يتدرب مع عصابة الايتام وحرر كل العمال اللي كانوا مخطوفين، وبياخدهم كلهم على بيت الزعيم لي لحتى يخلصوا عليه. ووينج بيعرض على لي انهم يتقاتلوا رجل لرجل لحتى ما يموت ناس كتير، وبيرضى لي بالفعل، وبيدخل وينج وبيبدأ يرمي نار على البيت لحتى يتذكر كيف مات ابوه.
وبيبدأ البيت يولع وبتبدأ معركة كبيرة بينهم. ورغم كل قوة وينج بس الزعيم لي كمان قوي كتير، ووينج كان عم بدافع وبس. ومنشوف مهارات عالية كتير وقتال ولا أجمل بين الاثنين، وبيضلوا يتضاربوا لوقت طويل والنار عم تاكل المكان، ومنشوفهم بمكان عالي كتير. وينج واخيرا بيحسن يدفع لي لحتى يوقع، وبعدين بيمسك له ايده لان ما بده يموته، بس لي بيضرب ايد وينج وبيرمي حاله بالنار. وهيك بيكون وينج انتصر وانتقم لابوه ولحبيبته اللي خطفها الزعيم لي واغتصبها، وبيروح يحتفل بانتصاره مع اهل القرية اللي بيفرحوا فيه كتير. بس ننزل اللايك معلم وانضم لعائلتنا بالقناة. كان معكم نوردان، يلا سلام.